أول ما أهلي سافروا يومين فضلت في البيت عادي. أول ليلة قبل ما أنام اتأكدت إن باب الشقة مقفول بالمفتاح. حوالي الساعة 2 بالليل صحيت على صوت الباب بيتفتح بهدوء جدا. قمت أجري أبص، لقيته مقفول زي ما هو. قلت أكيد كنت بحلم. رجعت أوضتي ولسه هنام سمعت نفس الصوت تاني. خرجت بسرعة وبرضو الباب مقفول. المرة التالتة خوفت فعلا. حطيت كرسي قدام الباب وقعدت أبص عليه من آخر الطرقة. بعد دقايق الكرسي اتحرك سنة صغيرة لوحده. أنا متحركتش، الباب ما اتفتحش، لكن من تحت الباب ظهر ظل واقف برا. فضل واقف دقيقة كاملة من غير ما يخبط ومن غير ما يحاول يدخل، وفجأة الظل اختفى. جريت أبص من عين الباب، ما لقيتش حد. فتحت الباب وأنا متأكدة إن السلم فاضي، لكن لقيت على الأرض ورقة مطوية مكتوب فيها بخط إيد: أنا ما خبطتش لأنك كنتي صاحية. قفلت الباب بالمفتاح، ومن ساعتها كل ليلة قبل ما أنام ببص من العين السحرية. عمري ما بقيت بفتح الباب بعد الساعة 2 بالليل.